مصير شهادات ال27% وشهادات 23.5% بالبنك الأهلي وبنك مصر، وده بعد قرار البنك المركزي الأخير وآخر موعد لربط الشهادات. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. في قرارات هامة الأيام القادمة بسبب الأحداث الجارية العالمية سواء السياسية، وبالتالي لها تأثير اقتصادي كبير على المنطقة بأكملها والعالم بأكمله، والتي سوف تؤثر على أسعار الفايدة سواء عالميا وأيضا بالتالي هتأثر محليا، وده بسبب تغير مستوى التضخم العالمي. ولذلك بدأ بعض العملاء وأيضا المحللين التخوف من القرارات القادمة من البنك المركزي، لأن طبعا كلنا عارفين أن الشهادات المطروحة ذات العائد المرتفع بتكون بقرار من البنك المركزي، وبيتحمل الفارق المرتفع والعائد المرتفع. ولأن طبعا كلنا عارفين ان الشهادات المرتفعة العائد ده بتصدر لسحب السيولة النقدية من السوق، وده من أجل تقليل التضخم. ولكن تم إصدار مؤخرا قرار بإلغاء اجتماع البنك المركزي المنتظر والاكتفاء بالقرارات الأخيرة، وهي ارتفاع أسعار الفائدة 6% وإصدار الشهادات الجديدة اللي منها الشهادة 30% المتناقصة لمدة 3 سنوات. ولكن كان من المنتظر تغير أسعار الفايدة في الاجتماع القادم أو قرار جديد بخصوص الشهادات السنوية، وهو إيقاف إصدار الشهادات السنوية، وذلك لدعم الشهادات الثلاثية المطروحة حاليا ليتم الإقبال عليها أكثر. ولكن من الواضح أن البنك المركزي ارتأى أن يتم تركها لجذب مزيد من العملاء إليه، مع العلم أنها طبعا بتكون مؤثرة على الشهادات الثلاثية، وده بسبب اجتذاب العملاء للشهادات السنوية لخوفهم من تغيرات أسعار الفايدة. ولكن يتوقع كثير من المحللين يقترب موعد إيقاف الشهادات السنوية، وده لسحب السيولة النقدية للبنوك أطول فترة ممكنة، ولك حرية الاختيار. وانتظر منا باقي التفاصيل في الفيديو القادم، هيكون هام جدا عن الشهادات. فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو، وما تنساش مشاركة الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة.